ايه؟ لا ما بتعرف. لما كنت بعمرك كان عندي ولد، كنت قصر خام ببرد أفيون وأنا عم أرجف وما وقف. مين حضرتك حتى تبهدل العيلة قدام الناس كلهم؟ بابا. طيب يا سيد مهند، راح نحكي بطريقة تانية. أنا مع التصغير. صحيح، وأنا هذا رأيي. نحن ما بنحسن نضربه ولا نبهدله. عفواً إذا سمحتولي، صحيح صارت بعض الأمور المزعجة مع الأسف، وأنا لهلأ ما حكيت مع مهند فيها، بس يعني أنا بشوف إنه من الأفضل يرجع مهند على الشركة ويكمل شغله. قل لي شو رأيك؟ خليها ترجع هي. مهند. أنا بعرف ليش مكركب. أنت شاب. شريفة، طلبت تحضير الطيارة وبدنا نتحرك الساعة 8. لوين بابا؟ على أفيون. بدنا نخطب لمهند. البحث في تشكيل الحكومة مرحبا بابا. العراقية أهلا. المقبلة والمجلس. صار لي يومين ولا 3 مناوبة. أنا شو بيعرفني؟ كان عندي مناوبة وما قدرت اجي. من لما رحتي؟ ايه طبعا. عم فكر غير الاختصاص، يمكن ساوي جراحة عامة. مثل ما بدك. والأطفال؟ الجراحة أحسن. اعملي يلي بيناسبك. بابا، أنت زعلان مني شي؟ ليش؟ لأن تاركتك وحدك هون؟ مستقبلك أهم يا بنتي. أنت خليكي بدروسك، بعدين على شو بدك تلحقي، دراستك ولا الشغل بالبيت ولا المناوبات؟ ايه يمكن معك حق. خاصة هلأ البيت كتير كتير مكركب. ليش؟ مهند. حرام، مهند تعبان كتير، مسكين، بزعل. بكرة بيتغير. كيف؟ فكري بيك دخل بالموضوع. بيجوزه. لازم أكون بالمستشفى الساعة 7. طيب نامي. لازمك شي بابا؟ لا مو لازمني. بتعرفي مين بده يجوزه؟ نور. مين؟ نور. ما غيره؟ ايه ما غيرها. تصبح على خير. وانتي بخير. قال نور، قال من وين طلعت لنا هي؟ يعني نحن لازم نحطم حياة ابننا لحتى ننفذ رغبات أبوك الغريبة؟ قلي. لا تعلي صوتك. أصلا ما وصلنا لهون إلا توطاية الصوت. نور مو سيئة، ممتازة. نحن ابننا يلي راح على أمريكا ودرس بأوروبا وتربى بالفيلات، نقوم نجي نخطب له وحدة من أفيون؟ إيه أنت من أفيون؟ عم بتساويني مع هديك البنت؟ لا لا، أنا ما حكيت هيك أبداً. أحمد، أنا ما بدي حدا يفرض رأيه على ابني، والبنت اللي رح يختارها رح تصير بنتي وبحطها بقلبي وبعيوني.
بس بالأول لازم يتعرف عليها، هيك الأصول. مهند بيعرف نور من زمان. رأيي ما عمل هيك للمنكدة أبدا. شو هالحكي هاد؟ منين لوين عملته بيعرفها؟ أصلا شافها لما اشتغل بأفيون، يمكن هلأ ما حيتذكرها. صح، كأم معك حق. شي أكيد. بس يمكن أبي شايف يلي نحن مو شايفينه أبدا. وإذا كان أبوك شايف غلط، نتركه يخرب حياة ابننا الوحيد؟ شاب مثل السبع، عين الله حوله، خليه يختار اللي بده إياها. بس شفنا يلي اختارها بسببها مو قادر يلملم حاله. هاي غير هي. لا يا شريفي، مو غير. طيب ليش أنت معارضة؟ الزواج بهالطريقة التقليدية رح يتعس الولد يا أحمد. تذكري يا شريفي خانم، نحن تزوجنا بهالطريقة، وأنا شخصيا مو شايف حياتي تعيسي معك، على العكس. أصلا أنت التفاهم معك مستحيل. يمكن فكري بيك بيعرف شو عم يساوي. اطمني. معقول يا مهند؟ اتركني. شو بدك مني؟ عود. اتركني لحالي، هي غرفتي. غرفتك وكل أملاكي هو إلك بالنهاية. أنا ما بدي أي شيء. بدك كل شيء. يلي ما بده شيء ما بيزعل من شيء. بس هي حياتي. وحياتك أنا مسؤول عنها طول ما أنا عايش. أنت بتظن إني عم أعاقبك؟ لا، ولا عم أهددك، ولا حتى عم أعطيك درس يا ابني. ما رح تقدر تفهمني. أنت بتفكر حالك بتعرف كل شيء، بس في شغلات كثيرة ما بتعرفها. اللي عم تقوله يا مهند صحيح، ما حدا بيعرف كل شيء. بعرف يلي لازم أعرفه، وهذا بكفي، ما هيك؟ ممنوع قبل الزواج. مهند إيدك عم تنزف. بوسة. ممنوع قبل الزواج. مهند شبك. انت وين شارد؟ لك يا ابني ايدك عم تنزف. انتبهي. مهند وقف. لا. مهند. جدي. اهدى يا ابني اهدى. روح لعند ندى، خليها تعالجك. نام غرفة تانية وبكرة منركب البلور. ما في داعي تروح معنا على أفيون.